الفاحشه لحد الفاحشه. اي حد عنده اي مصلحه خاصه او عامه تيجي ان شاء الله ابقى سعيد جدا. وانا الملعب كلها اللي كان هنا ايام الانتخابات واللي كان بره واللي كان عينه نايم على سقف المستشفى كان معايا. انا كل الناس كانت معايا. الانتخابات خلصت لا عاد فلان معايا ولا علان كان ضده. انا حتى اللي كان نايم في المستشفى كان معايا وانا بتعامل من هذا النقطه. فالملعب كلها اصحاب فضل عليه. وانا ببقى سعيد جدا انك تجيني وتقول لي في مصلحه عايزين نخلصها، سواء خاصه تخصك انت او مصلحه عامه تعم البلد كلها. المصلحه الخاصه بحب اعملها قوي، بحب اخدم الناس في المصالح الشخصيه اللي تخصهم بشرط واحد، ان المصلحه دي ما تتعارضش مع المصلحه العامه. يعني لو واحد قال لي انا عايز ابني ارض زراعيه اقف معاه للصبح، لكن واحد يقول لي انا عايز اطلع سلمه واحده في الشارع اللي عندك اقول له لا انا اسف انا ضد مش معاك. فاي مصلحه خاصه ليك، تعالى لحد مريض عايز يروح مستشفى، واحد بيبحث عن فرصه عمل، طبعا مش وظيفه فرصه عمل، الحكومه مش فيها وظائف، دي الحاجه الوحيده اللي لا ولا غير نقدر نعملها، الوظائف الا من خلال المسابقات. فانا مانيش ضد المصلحه الخاصه، بس المصلحه العامه كمان هي مطلوبه. انا عرفت موضوع او عارف موضوع مشكله الميه اللي موجوده عندكم في نص البلد، وكلمت فيها اكتر من واحد، ورحنا شركه الميه وبدانا نتكلم فيها. الا ان الشغل ازاي، نظامه ازاي، شغل انا بشتغل ازاي. انت هتيجي تقول لي انا عايز عندنا مشكله في الميه، هتيجي معايا ما بقولكش هات طلب، ما بشتغلش طلبات ثانيه. شغل الطلبات ده مش بتاع انا ما اعرفش اشتغل. ليك مصلحه تيجي ايدي على ايدك ونروح للجهه الحكوميه اللي فيها المصلحه دي. طب ايه اشمعنى تيجي معايا؟ عشان انا مطلوب مني ما اخدمش الملعب، انا نايم الدايره كلها وللدوائر اللي جنبها كمان. فانا مش هقدر اتابع مصلحتك. انا اجي معاك ونروح للمسؤول نقول له احنا عندنا مشكله في الميه عايزه تصفيات. هيقول طب هنبعت لجنه، طب هنشوف، طب هنعمل وهنبعت ونجيب تقرير ونشوف الموضوع ايه ويتحل ازاي. انا بمشي من هنا، انت بقى هتتابع، هتبعت لنا لجنه امتى؟ بكره بعد خلاص يا فلان اللي معايا بقى اللي من البلد انتظر اللجنه هتجيلك بكره او بعد. ما جاتش اللجنه اتصل عليا قالوا لي ده اللجنه ما جاتش، قالوا لي عزت اللجنه ما راحتش ليه؟ لا ده راحت في السكه، لا احنا اسفين ده انا هجيبهم هنبعت. طب لو انت مش معايا ما انت مش هتتابع. فاذا هنروح مشوار وانا هنسى وخلاص والموضوع انتهى. لكن ضروري ان يكون حد من البلد معايا عشان يتابع المصلحه، عشان ما حدش يقول ايه ده احنا كده. انا نفسي بنسى، لان الدايره كلها طلبات، كل واحد له طلب. فانت طلبك ما تسيبوش من ايدك، انت يلزمك الهم يبقى معاك كده عليه. انما يقول لك خد طلب ولا لا مش شغال في الطلبات دي، موسم الطلبات ده خلص. ايام الطلبات دي كانت ايام الحزب الوطني ما عادتش بتجيب همها الايام. فاللي يجيب همه الايام دي انك انت صاحب الطلب او صاحب المصلحه يجي معايا ايده على ايده. امتى تزعل مني؟ لما اقول لك تعالى بيت بكره وما ابداش يبقى انا راجل بكاش. انما لو قلت لك تعالى قابلني بكره وانت اللي ما جيتش يبقى انت ما غيرك هيركب، انا خساره. اللي هيركب ده يبقى مصلحه. طب اللي ما يركبش انا ما اعرفش ادور عليه واقول له تعالى غيرك ودي غيرك بيكمل. الملعب له حق فيا وليكوا حق فيا انا بالذات دون عن باقي النواب. النواب الباقيين المهندس يوسف مغازي والحاج وائل قرر من حقهم يخدموه، لكن انا حاسس ان انا اقرب منه حتى
حقكم فيا اكتر من حقكم فيهم، لان انتوا المنطقه بتاعت المنطقه اهلي اللي انا فيها، فالاخرون اولى بالمعروف زي ما بيقولوا. لكن لو واحد جاني من المعصره انا بقوم معاه، لكن انت ليك فيا اكتر من بتاع المعصره. بتاع المعصره له في الحاج واحد اكتر مني، فانا ببقى سعيد جدا لما تشغلني، ببقى ما بكونش انا بحمل على ايدي، لا ببقى سعيد. مش هقول لك ان كل مشوار هنروحه هنرجع محملين بالذهب، ده احنا هنروح المصلحه مره واثنين وثلاثه وعشره ونقعد نناحي لحد ما ربنا يكرمنا وناخد المصلحه. النهارده مفيش مصلحه بتتقرب من الحكومه الا بقله الادب والسفاله والخناق وتطلع عينه المسؤول لحد ما يقول لك انا خد المصلحه بتاعتك خليه يقوم من قدام. انما تروح تقول له سيادتك وسياده الوزير ومعلش واصل احنا ومعلش حاضر ان شاء الله. وعندنا بقى في الحكومه دلوقتي بقى في فساد اكتر من فساد الحزب الوطني زمان. فساد الحزب الوطني كنت بتدفع وتقضي مصلحتك، النهارده للاسف الشديد دفعت ما دفعتش مصلحتك مش ماشيه. ليه؟ لان كل مسؤول بيخاف يمضي يروح السجن، فيقول لك انا لو مضيت له مصلحته هتمشي، واحتمال واحد في القلب ان انا اتحاسب فيه. طب لو مصلحته ما مشاش انا ما هتحاسبش، يبقى شرط ما امشي. ففي ناس بتقبض وبرضه ما تمشيش المصلحه، يقبض يقول لك سبقتني ويعمل لك محضر عشان يبقى مأمن نفسه. فالنهارده اي مصلحه هنجيبها من الحكومه هتبقى مش سهله، عايزه مشوار واثنين وثلاثه وعشره. حتى المصالح الشخصيه مش معنى ان ليك مصلحه شخصيه وتيجي مع الامين المحافظ او الوزير او اي مسؤول، المصالح كلها ما مش اللي قادر على كل شيء ربنا بس. لكن اللي ليك عندي واللي انا وعدتكم به قبل الانتخابات انا بقرره. انا وعدتكم اي واحد له مصلحه او البلد لها مصلحه انا هسعى معاك فيها بكل اخلاص، وده اللي انا بعمله النهارده. جاي بقول لك موضوع الميه بتاعكم ده حد من البلد يطلع معايا ويتمنى الموضوع معايا، وانا هنام فيه انا وهو مشوار واثنين وثلاثه وعشره لحد ما نجيب لكم موضوع الميه ونخلصه. احنا هنشوف المشكله بتاع الميه ايه. انا كنت فاكر ان انا رحت اتكلمت فيها